أهلا بيكم في جولة جديدة وفي جنينة تعتبر متحف مفتوح من أيام الخديوي إسماعيل. يعني المكان ده بقاله أكتر من 145 سنة موجود. كمان سعر تذكرته 10 جنيه للأجانب والمصريين. وهي حديقة الحرية. وقبل ما نبدأ الجولة فيها تعالى أقول لكم مكانها فين وإزاي أنا رحت. أنا ركبت المترو ونزلت محطة الأوبرا. أول بقى ما تطلعوا من المترو هتلاقيها هي على إيدكم اليمين. هي دي كلها الحديقة. هتلاقوا المكان كبير جدا. ولو جايين بمواصلة غير المترو فانتوا هتلاقوا المكان قدام دار الأوبرا المصرية اللي تعدي الكوبري بتاع قصر النيل. هتلاقيها في وشكم على طول. ودي كده الحديقة من فوق برج القاهرة. مساحتها كبيرة جدا. وفي بداية الفيديو كده حب أشكر الخديوي إسماعيل لأن هو اللي أنشأها سنة 1876. المكان بيبقى مفتوح من 10 الصبح لحد الساعة 11 بالليل. كمان مسموح للناس تيجي تقعد على الخضرة هنا وتجيب معاها أكلها وشربها. كمان المكان فيه كافيهات ومطاعم والمكان مناسب جدا للنزهة. كمان المكان مزود بمقاعد تقدروا تقعدوا عليها لو انتوا مش عايزين تقعدوا في الأرض على الخضرة. والمكان هناك مش بس مناسب لفئة معينة بل بالعكس المكان مناسب لكل الناس. عايزة اقول لكم ان انا شفت هناك اجانب ومصريين. وكمان شفت كده كم مجموعة من الصحاب كانوا موجودين هناك كانوا بيلعبوا كورة وكان فيهم ناس بتحتفل بعيد ميلاد اصحابهم زي في فيديو كده هوريهولكوا دلوقتي. والحقيقة ان فكرة الحديقة دي جميلة ومختلفة عن كل الحدائق الموجودة. اسم على مسمى. الحديقة اسمها حديقة الحرية. وكمان فيها تماثيل بتمثل الرجال الحريات في اوطانهم زي امريكا الجنوبية وفرنسا وروسيا. والتماثيل دي كان جنبيها كل واحد العلم بتاعه. يعني هو من بلد ايه. كان موجود مثلا لو هو من فرنسا موجود علم فرنسا او علم مصر او علم روسيا. لكن هم شالوا الاعلام دي واستكفوا بالبيانات اللي بتبقى مكتوبة على كل تمثال. هقول لكم على لمحات بسيطة كده عن التماثيل اللي موجودة. التمثال ده لأحمد شوقي وكان في تمثال هناك لحافظ إبراهيم والشهيد عبد المنعم رياض. وده بطل كبير قوي يبقى اقرأوا عنه. هو اللي أسس الجيش بعد 67 مع محمد فوزي. وكمان اغلب التماثيل اللي كانت هناك كان فيهم ناس مش مصريين. بس التماثيل دي اصلا معمولة علشان تبقى رموز للحرية وفي نفس الوقت ده تاريخ. يعني بصراحة الخروجات العائلية اللي بتبقى موجودة هناك هتبقى جميلة قوي وخصوصا لو في اطفال هيحسوا ان المكان فعلا مختلف. تحسوا ان انتوا داخلين حديقة وفي نفس الوقت داخلين متحف. ويا بقى لو اطفال سألوكم عن الناس دي وقدرتوا تقولوا لهم مين هم. وبتمنى ان الفكرة دي تتعمم لان الموضوع بصراحة جميل. يعني تخيلوا كده لو كل حديقة موجودة فيها تمثالين 3. بصراحة هتبقى الفكرة حلوة قوي وبتمنى ان هي تبقى موجودة في كل الحدائق. وكمان كان في تمثال لجمال الدين الافغاني. ونيجي بقى لأول تمثال اصلا هتقابلوه اول ما تدخلوا الحديقة وهو تمثال غاندي اللي طرد الانجليز من الهند بالمقاومة السلبية. والحقيقة ان ليه قصة كبيرة يبقى اقرأوا واسمعوا عنه. وبصراحة التماثيل كانت معمولة بدقة رهيبة. بس كده دي كانت جولتي النهاردة. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. باي.